تعددت الروايات حول بداية ظهور الكنافة، فهناك رواية بأن صانعي الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصا إلى معاوية بن أبي سفيان. وقيل أن معاوية بن أبي سفيان كان أول من صنع الكنافة من العرب، حتى أن اسمها ارتبط به رضي الله عنه، فقالوا كنافة معاوية. فقد كان معاوية يحب الأكل، فشكى إلى طبيبه ما يلقاه من جوع في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة التي كان يتناولها في فترة السحور كأكلة سحور حتى تمنع عنه الجوع في نهار رمضان. وقيل إن الكنافة صنعت خصيصا لسليمان بن عبد الملك الأموي. وهناك رواية أخرى تقول إن تاريخ الكنافة يعود إلى المماليك، ويقولون أن أصل الكنافة يرجع إلى العصر الفاطمي، وقد عرفها المصريون قبل أهل بلاد الشام، وذلك عند دخول الخليفة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، وكان ذلك في شهر رمضان، فخرج الأهالي للاستقبال بعد الإفطار، وكانوا يتسارعون في تقديم الهدايا له، ومن بين ما قدموه الكنافة على أنها مظهر من مظاهر التكريم، ثم أنها انتقلت بعد ذلك إلى بلاد الشام عن طريق التجار، وهناك ابتدع صانعو الحلويات بالشام طرقا أخرى لصناعة الكنافة غير التي تفنن بها المصريون، فأضافوا لها الجبن، خاصة النابلسية التي تشتهر بها مدينة نابلس، وكذلك أضافوا لها الفستق، وقاموا بالتفنن في صناعتها بطرق مختلفة.